في إطار جهود الدولة ووزارة السياحة لدعم تدفق السائحين الألمان إلى مصر، وصل وزير السياحة المصري يحيى راشد إلى العاصمة الألمانية برلين، حيث التقى بعدد من المسؤولين الألمان في إطار تحفيز السياحة الألمانية إلى مصر. زيارة مثمرة جدا، اتناقشنا في حاجات كتير جدا، وإنما احنا بنتفهم أهمية العلاقة اللي بين الجانب المصري والجانب الألماني، وهي علاقة مبنية على التعاون والتفاهم والمصلحة المشتركة. وكانت وزارة النقل الألمانية قد أصدرت قراراً الشهر الماضي برفع الحظر المفروض منذ نوفمبر 2015 على شحن الحقائب مع الركاب على متن رحلات الطيران السياحي الألماني المتجهة إلى مطار شرم الشيخ. أن رفع الرسوم الضريبية للألمان على السفر إلى مصر أمر صعب في الوقت الحالي. Luftverkehrssteuer, die wir vor 5 Jahren eingeführt haben, ist vom Bundesverfassungsgericht auch geprüft und auch für rechtmäßig beurteilt worden. Wir haben immer wieder Diskussionen, die Luftverkehrssteuer insgesamt abzuschaffen. Im Augenblick gibt es aber keine Pläne der Bundesregierung, sowas zu machen. Ich kenne auch keine Pläne, die jetzt in die nahe Zukunft reichen, die Luftverkehrssteuer abzuschaffen. Wir können auch keine Veränderungen vornehmen, planen dies auch nicht. Ich glaube aber auch, dass die Luftverkehrssteuer, die jetzt, was Ägypten betrifft, eine Höhe von 23 € pro Passagier hat, niemanden davon abhalten wird, nach Ägypten zu fahren, der nach Ägypten reisen möchte. وقد التقى وزير السياحة مع رئيسة لجنة السياحة وأعضاء البرلمان الألماني البوندستاغ. Wir haben ein sehr gutes Gespräch mit dem Minister, auch mit dem Botschafter, mit der Exzellenz, und wir wollen weiter an der Entwicklung des Tourismus arbeiten und dass auch unsere deutschen Touristen wieder nach Ägypten, also mehr als bisher, fahren. وتجدر الإشارة أن حوالي 170 ألف سائح ألماني زاروا مصر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، حيث تعتبر مناطق الغردقة ومرسى علم في مقدمة المقاصد السياحية للسياح الألمان بمصر. ألمانيا تحتل المركز الأول بالنسبة لتعداد السائحين الوافدين على مصر. تحديات كثيرة وجهود حثيثة تقوم بها الدولة من أجل استعادة حركة السياحة إلى سابق عهدها، وسط توقعات بانتعاش حركة السياحة إلى مصر بدءا من الخريف القادم. إيمان البكري، التلفزيون المصري، برلين. ألمانيا تحتل المركز الأول بالنسبة لتعداد السائحين الوافدين على مصر. تحديات كثيرة وجهود حثيثة تقوم بها الدولة من أجل استعادة حركة السياحة إلى سابق عهدها، وسط توقعات بانتعاش حركة السياحة بدءا من الخريف القادم. إيمان البكري، النيل الأخبار، برلين.